هلو هلو، ازيكم يا حلوين يا مسكرين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده بقى اكلتنا مختلفة شوية. احنا زهقانين وخلاص ملينا من الاكل التقليدي والاكل اللي مش تقليدي. النهارده كده حبينا نعمل حاجة غريبة، بما ان الولاد ما كانش ليهم مزاج ان هم ياكلوا حاجة تكون مسبكة او حاجة تكون يعني محتاجة مجهود كتير. فانا قلت اعمل النهارده حاجة حلوة تفتح نفسهم. كان عندي كده كيس تشيكن بانيه في الفريزر، مسكين ما بيعملش حاجة، صعب عليا. طلعته وقطعت الصدور بتاعته لقطع زي الشيش طاووق، وقلت هعملها في شوية خضار مع شوية كريمة حلوين. تعالوا بينا نشوف حصل ايه وطلعت حلوة ولا لا، ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. في حلة نزلت فيها بمادة دهنية، اللي عندك حطيه، زيت زبدة سمنة زي ما تحبي. ونزلت بمكعبات الفراخ، اهم حاجة تشوحيها كويس عشان خاطر تقفلي المسام وتفضل جوسي. بعد كده بصلتين حلوين فرمتهم فرم ناعم ونزلت بيهم على الفراخ. طيب هنحط ايه؟ توابل ولا اي افتكاسة. هما شوية فلفل اسود، على شوية هيل مطحون، على شوية ملح صغيرين، وتقلبي. ومعاهم مكعب مرق دجاج، عايزة تحطي حطي، مش عايزة خلاص مفيش مرق دجاج حطي مرق خضار. وقلبي كده مع بعض الحاجات دي كلها لغاية ما تلاقي كل حاجة نزلت ميتها كده. خلاص عندي كوسة وبطاطس وشوية جزر، قطعتهم نفس القطع مكعبات زي الفراخ عشان يبقى كله متناسق مع بعضه. شوحتهم تشويحتين ونزلت بيهم تقريبا ب4 معالق دقيق، يعني كده فنجان صغير. وافضلي قلبي في الدقيق مع الخضار بتاعك لغاية ما الدقيق دوت يدوب. تقلبتين حلوين كده شويه بشويه. طبعا انت دلوقتي ملاحظه ان منظر الحله او الوك بتاعتك مش عاطفي، ولا يهمك، بس اول ما تنزلي المكونات الباقيه هتلاقي الحله بقت جميله ونضفت معاكي ومفيش اي مشاكل. هنا كان عندي كوبايتين حليب تقريبا. ما عندكيش حليب كامل الدسم او حليب فريش، اعملي حليب باودر عادي او العكس. وقلبي كده فيهم لغايه ما تلاقي كل الدقيق بتاعك داب. خدوا بالكم انا هنا مش بعمل بشاميل، انا عايزه اعمل صوص كريمي يكون غني كده ودسم، يبقى طعمه حلو قوي مع الخضار. وخدوا بالكم ان الخضار يكون بدأ يدخل في السوا. وهقوم نازله بشويه ميه سخنه عشان يبقى الصوص بتاعي كده حلو. ما تغرقيهاش قوي، احنا بس عايزينه الدقيق يدوب والصوص يتقل ويدوب. خلاص بدأ يغلي معايا. نزلت طبعا بالنينجا اللي انتوا عارفينها اللي انا بحبها قوي، ايه هي؟ كريمه الخفق حبيبتي. تقلبتين لغاية ما تلاقي الصوص معاكي بدأ كده يتقل وبقى كريمي جميل. ظبطي الملح بتاعك واعملي التست اللي احنا بنعمله كل مرة على ظهر المعلقة كده، ايوه زي ما هتشوفي دلوقتي، واحدة واحدة كده. وكان عندي شوية فلفل الوان بيدوا كده طعم ولذاذة وتسكيرة والوان خطيرة للصينية بتاعتك. عندك فلفل اخضر بس حطي، عندك فلفل احمر او فلفل اصفر بس حطي، ما عندكيش مفيش اي مشكله، ما توقفيش نفسك، اللي متاح حطيه. تقلبتين خلاص اتاكدت ان الصوص بتاعي تقل حلو قوي كده. البايركس بتاعي، وهبدا انزل بقى بكل الحاجات الحلوه دي شويه بشويه. طيب هتقولي يا مرمر انت عملتي الوصفه دي قبل كده؟ هقول لكم يعني حاجه تشبه لها، بس انا النهارده زي ما قلت لكم حبيت ان انا اغير، بدل ما كنت عاملاها صينيه كوسه بالبشاميل بالفراخ، قلت لا ادخل كمان باقي انواع الخضار وهو يبقى قيمه غذائيه للولاد. وزينتها كده بشويه جبنه موتزاريلا من فوق الوش. عندك تشيدر حطي، عندك ميكس اجبان زي ما انت عايزه، بس طبعا ما تحطيش جبنه رومي لانها مش هتبقى حلوه مع الوصفه دي. بس كده، وحطيتها بعد كده فوق الوش ورحت حطاها في الفرن. وخلصنا وصفتنا معها شوية رز ابيض، طبعا انا ما صورتوش عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وفوالا، هي دي السفرة بتاعتنا، بسيطة وسريعة وسهلة جدا. واللي ملهمش مزاج يقفوا كتير او يطبخوا او ياكلوا حاجة تقليدية، دي كانت حاجة مختلفة. يا رب تعجبكم ويا رب ان شاء الله تكون وصفة سهلة. بحبكم قوي قوي. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. ولو انتوا بتتابعوني على الفيسبوك او على الانستجرام او على التيك توك، مش هوصيكم تعملوا فولو. بشكركم جدا جدا لدعمكم، ويا رب اكون خفيفة على قلبكم دايما.
مش هوصيكوا بالكومنتس الحلوة، بتفرق معايا قوي قوي وبتشجعني. ولو اي حد منكم عنده وصفات عايزني اعملها او حتى حاجة نتناقش فيها طريقتها ازاي، قولولي وانا ان شاء الله في اقرب فرصة هعملها لكم. بحبكم جدا جدا. ما ننساش في الاخر ندعي لكل اخواتنا ونصلي على الرسول. اشوفكم على خير. باي باي.